بيبدأ ملخصنا مع البطلة وهي ماشية في وسط مجموعة من الأشخاص مربوطين بحبال وسلاسل حديد والحراس بتضرب فيهم، وبنسمع أهل المدينة بيشتموا في البطلة وبيقولوا عليها إنها تستحق الموت، وبيستغربوا إنها إزاي تتجوز راجلين في وقت واحد، وبيقولوا إن هي كمان كانت خدامة وما كانتش تحلم بالعيشة اللي هي فيها دلوقتي. وبتشوف قائد الحرس بيزعق للحارس علشان سايب البطلة ماشية عادي ومش رابط إيدها زي باقي اللي معاها، وفعلا الحارس بيروح عشان يربط إيديها بالحبل، لكن البطلة بتقول له إنها ماشية ورايحة على المحاكمة لوحدها، وإنه لو ربط إيديها هيعرض نفسه للجلد وهيتجلد 60 جلدة، فبيخاف الحارس وبيرجع مكانه. وبنشوف البطلة بتطلع على المنصة بنفسها، وأهل المدينة بيبدأوا يحدفوا عليها الطوب ويطالبوا إنها تتعدم، والقاضي بيسألها عن اسمها وهل فعلا هي من السلالة الملكية ولا هي مجرد عبدة وخدامة للملكة بتاعتها. فبتبدأ البطلة تفتكر ماضيها وبترجع فلاش باك، وبتشوف بطلتنا بتكون بنت فقيرة جدا وباباها بيفضل يدور عليها في السوق وينادي عليها لحد ما بيلاقيها، وبيقولها ان ملكتها سو بتدور عليها وقلب عليها الدنيا ولازم تروح لها بسرعه عشان هي متعصبه قوي. وبتفتكر بطلتنا ان الخطبه رايحه للملكه سو عشان تخطبها للامير، فبطلتنا بتجري بسرعه لكنها بترجع تاني لما بتلاحظ ان باباها تعبان وبيكح جامد، وبتديله الكوفيه بتاعتها عشان يتدفى وبتجري بسرعه على القصر. وبتشوف الملكه سو عماله تصرخ وتدور عليها وبتزعق وبتقول انها هتكسر لها رجلها عشان تحرم تخرج من غير إذنها. وبنلاقي بطلتنا بتيجي بسرعة من وراها وبتعمل نفسها لسه صاحية من النوم، وبتقول لها إنها ما خرجتش من القصر وإنها كانت نايمة بره على كومة تبن، بس سو مش بتبقى مصدقاها لكنها بتقول لها تروح وراها عشان تساعدها. وبتشوف بطلتنا هي اللي بتهتم بيها وبتنظفها وبتقرا لها كمان، وسو بتكون عبارة عن بنت متدلعة وخايبة ومش بتعرف تعمل أي حاجة لوحدها. وبيعدي الوقت وبتشوف بطلتنا بتكتب كتب كتيرة بإيديها عشان تجمع فلوس وتمشي من المدينة هي وباباها ويخلصوا من الاستعباد. وبعدها بطلتنا بتكون قاعدة مع زميلتها اللي بتسألها ازاي بتقدر تكتب كل الكتب دي بإيديها، وبطلتنا بتقول لها انها مجرد ما بتشوف اي كتاب بتحفظه بعينها وان الموضوع ده سهل بالنسبة لها وانها لازم تتعب عشان تجمع اكبر قدر من المال علشان تحقق حلمها. وزميلتها بتعرفها انها سمعت ان عيلة الامير اللي هو بطلنا عايزة تخطب الاميرة سو، وبتعرفها كمان ان بطلنا معروف انه شخصية مجنونة وتصرفاته مش طبيعية وانه هيليق على سو جدا لانهم من نفس العينة. لكن بطلتنا مش بتهتم بكل الكلام ده لانها مقررة تسيب البلد باللي فيها، وبنروح لبطلنا واللي بيكون امير متدلع ملهوش في اي حاجة غير الموسيقى، وبيكون معاه الخادم الخاص بيه وبيكون صاحبه في نفس الوقت، والخادم بيفضل ينظف له المكان ويشيل الورق والحاجات اللي الامير بيعملها وهو بيعزف الموسيقى. والخادم بيقول له لازم يتعلم مع الموسيقى فنون القتال والمبارزة بالسيف، لكن الامير بيرفض الفكرة لانه بيخاف من السيوف والفنون القتالية، وبيكون مهتم قوي بايديه وحريص على نعومتها وشكلها الجميل. وبتيجي مرات باباه بتبلغه انهم اختاروا له عروس عشان يتجوزها ويستقر يمكن يعقل وربنا يهديه، وبيسالها الامير هي مين وهيشوفها ازاي، لكن مرات باباه بتقول له انها تكون في حفله عيد الميلاد. وبيفتكر بطلنا انه لما حضر اخر حفله كان شارب وبهدل الدنيا وخلى شكلهم وحش، ومرات باباه بتقول له انه مش هيتحرك من مكانه وهي هتجيبها له لحد عنده عشان ما يكرروش الفضيحه دي تاني، وبتسيبه وبتمشي. وبنرجع لبطلتنا وبتشوفها وهي بتروح لمكان بتكون مخبيه فيه كل الفلوس اللي جمعتها، وكمان بيكون معاها خريطه عشان تعرف توصل للمكان اللي هي عايزاه. وباباها بيقنعها انهم يفضلوا في المدينه دي بدل ما يروحوا مدينه مش عارفينها، لكن البطله بتقول انها ما عندهاش استعداد تفضل عايشه خدامه لسو. وبعدها بتروح بطلتنا تزور قبر مامتها وبتفضل تتكلم معاها، وبترجع فلاش باك لما كانت صغيره وبتتحايل على سيدها انه يساعد مامتها في العلاج او حتى بالفلوس لكنه مش بيرضى، وبنته اللي هي سو بتهينها وبتشتمها وفي الاخر مامتها بتموت. وبنرجع للواقع وتاني يوم بنلاقي مهرجان في المدينة، وبتشوف بطلتنا متنكرة في لبس راجل وبتبيع فول سوداني، وبالناحية تانية بتشوف البطل بيتنكر في لبس راجل فقير وبيكون معاه الخادم بتاعه، وبيسألوا البطل إذا كان يعرف السيدة سو اللي مرشحينها له عروسة، فبيقول الخادم إنه يعرفها ويعرف عيلتها وبيقول عليها إنها بنت متدلعة وكسولة، وإن خدمتها اللي هي بطلتنا هي اللي بتعمل لها كل حاجة وموهوبة في الكتابة والقراية والتطريز. وبعد شوية بيدخلوا السوق وبيتفرجوا على الناس، وبطلنا بيشوف واحد بيبيع فول سوداني وبينادي عليه، ولما بيجي بيكون
هو بطلتنا، وبيعرفها الخادم وبيسلم عليها، وبطلنا بيعرفها من الكلام اللي سمعوه عنها، وبيسألها الخادم هي عاملة في نفسها كده ليه، فبتعرفوا إنها بتجمع فلوس بأي طريقة وخايفة حد يشوفها ويقول للسيدة سو. وبطلتنا بتسأل الخادم عن سيده اللي هو بطلنا، وبتقوله إن سمعت إنه مجنون وطايش، فبيتضايق البطل منها. في نفس الوقت بتشوف سو داخلة السوق، فبتجري تستخبى عشان ما تشوفهاش. وبعد فترة بتمشي بطلتنا وبتلاقي الأمير رجع ولبس هدومه الغالية، وبتستغرب البطلة من هدومه وبتحسبه سرق الهدوم دي من حد، لكنه بيعرفها إنه كان متنكر عشان يدخل السوق براحته. وبيعرفها كمان إن هو نفسه الأمير المجنون اللي كانت بتستهزأ بيه، لكن بطلتنا بتعتذرله والبطل مش بيقبل أسفها وبياخدها معاه لمكانه بيقدروا يشوفوا السوق من بعيد. وبطلنا بيقول لها إن الراجل اللي بيحكي قصص في السوق بيفضل يكرر فيها، والناس الفقراء مش بتبقى مهتمة بالقصص أكتر ما بتهتم بالفلوس. وبطلتنا بتقوله إن الفقراء بتحب القصص عشان القصص بتفصلهم للحظات عن واقعهم الصعب اللي عايشين فيه، وكل واحد فيهم بيتخيل نفسه في قصة، وإنها قرت كتب كتير وإنها تخيلت نفسها ملكة ومن سلالة ملكية اللحظات. وبيعجب البطل بكلامها وبيسألها عن أحلامها، وبتقوله إنها بتحلم إنها تموت وهي عجوزة جدا، وكمان نفسها ببيت صغير جنب البحر تعيش فيه بسلام هي وباباها. وبتشوف بطلنا بيتأثر بكلامها وبيديها جوهرة غالية من معاه، وبيقولها تقبلها منه علشان بسببه ما قدرتش تبيع الفول السوداني وراح عليها اليوم. وبطلتنا بتفرح بيها وبتاخدها منه وهي مستغربة من تصرفه النبيل ده رغم إنها كانت واخدة عنه فكرة غلط. وبيعدي الوقت وبتشوف بطلتنا مع ملكتها سو، وبتكون بتخدمها وبتقترح على سو إنها تقرا كتاب قبل ما تنام، لكن سو مش بتكون مهتمة بالقراية وبتجبر بطلتنا تقرا لها لحد ما هي تنام. وبعد شوية بتنام سو، بتروح بطلتنا علشان تنام وبتفتكر لما كانت واقفة مع البطل وبتطلع الجوهرة اللي أخدتها، وبتتخيل إنها مشيت من المدينة واشترت البيت اللي نفسها فيه وعاشت مع باباها. وبنروح لبطلنا واللي بيكون بيكتب المشاعر اللي حس بيها تجاه بطلتنا، وبيقول لنفسه انه اعجب بيها جدا، ولولا الفرق الاجتماعي اللي بينهم كان راح وصرح لها بمشاعره ناحيتها. وبتعدي الايام وبنلاقي عيله البطل بتعزم عيله سو عشان يتعرفوا على بعض، وبتشوف سو بتجري ورا خادمتها اللي هي بطلتنا عشان تضربها كالعاده، لكن بطلتنا بتقدر تجري منها وبتوصل لبيت صغير جنب قصر عيلة البطل، وبيكون البيت ده هو البيت اللي عايش فيه بطلنا بعيد عن أسرته. وبتقدر البطلة تشوفه تاني بالصدفة، وبيسألها بتعملي إيه، فبتحكي له الموضوع، فبيسألها لو لسه مصممة على الهروب، فبتجاوبه إنها هتعمل المستحيل عشان تحقق حلمها. في نفس الوقت بتوصل سو عشان تتكلم مع البطل، وبتجري بطلتنا تستخبى بسرعة وبتسمع كلامهم. وبتكون سو بتقول للبطل إن هوايتها المفضلة قراية الكتب، لكنه بيعرف إنها كدابة، وبيقول لها بما إنها إنسانة راقية ومثقفة إزاي تسمح لنفسها إنها تدفن خادمتها المريضة وهي لسه حية، وهنا بيقصد مامة البطلة. وبيكمل بطلنا كلامه وبيقول لها إنها مش إنسانة وإنه مستحيل يفكر في واحدة زيها وبيطردها. وبطلتها بتستغرب من كلامه وبيقع من إيدها كتاب، فسو بتعرف إن في حد بيتجسس عليهم، وبتقوم وبتلاقي البطلة وبتمسكها وبتفضحها، والبطل بيحاول يدافع عنها، لكن سو بتاخدها أسرها وبتأمر الحراس تضربها وتعذبها هي وباباها. وبتشوف بطلتنا وهي بتنزف من كتر العذاب والضرب، وبنلاقيها بتشاور لباباها بإشارة معناها إنه يروح يجيب كيس الفلوس بتاعها عشان يستعدوا للهروب. وبعد شوية بنلاقي بطلتنا بتدخل أوضة سيدها وبتقدم له الأكل، وبتكون شايلة تحت هدومها خنجر وبتكون عايزة تقتله، وبتقدر إنها تجرحه، وبيفضل يصرخ ويستغيث بالحرس. وبتدخل سو بتصرخ من منظر باباها وبتشتم البطلة، لكن بطلتها بتشتمها وبتوقعها على الأرض. والبطلة بتفضل تجري من الحراس وبتوصل للمكان اللي متفقة مع باباها عليه، وهو عند قبر مامتها، وبتلاقي باباها معاه كيس الفلوس، وبيلاقوا زمايلها الخدامين واخدين لها أكل وبيودعوها وبيساعدوها تهرب. وبنروح للبطل وبيقدر يسمع مرات باباه وهي بتتكلم مع باباه وبتقول له إنها مش قادرة تستحمل البطل في البيت بعد الفضيحة اللي عملها. وبنعرف إن بطلنا ده باباه اتعرف على مامته من كازينو، وإن بابا ما اتجوزهاش، وإنه أخد ابنه وهو الصغير وخلى مراته تربيه رغم إنها بتكرهه وبتكره مامته. والبطل بيشكرهم على رعايتهم ليه طول السنين اللي فاتت، وبيقرر يسيب القصر ويمشي. وتاني يوم بتشوف بطلنا جمع كل حاجته وقرر يمشي، وبنلاقي الخادم بتاعه جمع حاجته هو كمان وريح معاه، وبيديله كيس فلوس وبيقول إن بابا بعتهوله عشان أكيد هيحتاجه. وبعد شوية بيلاقوا مجموعة من قطاع الطرق وبيطلب منهم يدوروا على بطلتنا، وبيديهم كيس الفلوس وبيقول لهم إنه واثق فيهم ولو لقوها يبعتوا له خبر. وبنرجع لبطلتنا وبنلاقيها هي وباباها ماشيين بين التلج، وبيفضلوا فترة طويلة في طريقهم، وبيقع كيس الفلوس من باباها وبيفضل يعيط علشان ما قدرش يحافظ عليه. فبطلتنا بتقول له ما يزعلش
أهم حاجة إنهم قدروا يهربوا من سوق باباها، وإنهم أكيد هيوصلوا المدينة ويبدأوا فيها من جديد. وبنلاقيهم وصلوا على فندق صغير وطلبوا أكل وناموا من كتر التعب. ولما الصبح بيجي بتصحى بطلتنا ومش بتلاقي باباها جنبها، فبتقوم وهي مرعوبة وبتنادي عليه، وبتشوف قدامها صاحبة الفندق وبتسألها عنه، فبتقولها أكيد راح يجيب حاجة وهيرجع تاني. لكن البطلة بتحس إنه مشي وسابها لوحدها وبتجري تدور عليه. لكن صاحبة الفندق بتقولها لازم تدفع الحساب بتاع الأكل والنوم، لكن طبعا بطلتنا مش بيكون معاها فلوس وبتضطر تديها الجوهرة بتاعة البطل. وبتشوف بابا البطلة ماشي وهو في أرض جليدية، وقرر إنه يمشي عشان يخفف عنها الحمل، وبيكون تعبان جدا وبيعاني من السعال. وبتفضل بطلتنا مستنياه قدام الفندق وبتطلب من صاحبته إنها تشتغل عندها أي حاجة. وبعدها البطل بيروح على فندق في المدينة اللي مامته كانت عايشة فيها، وبيقابل صاحبة الفندق وبيسألها على مامته، فبتقول له إنها تعبت بعد ما باباه أخده منها وماتت. فبيتأثر البطل بكلامها وبيقرر يعيش فترة في المكان ده. وبتشوف البطلة بتروح مع الست صاحبة الفندق التاني للسوق، وبتقدر تشتري لها الطلبات بشطارتها من غير ما البياعين ينصبوا عليها. وبتعجب الست بمهارتها وخبرتها في الشراء. والبطلة بتشوف من بعيد شخص شبه باباها فبتجري تنادي عليه، ولما بتوصل له بيطلع واحد تاني، فبترجع وهي زعلانة. لكنها في نفس الوقت بتشوف صورها مرسومة ومتعلقة ومكتوب تحتها إنها مطلوب إحضارها، فبتمشي بسرعة قبل ما حد ياخد باله منها. وبتعدي الأيام وبيوصل الفندق وزير، وبيكون جاي في موكب ومعاه عدد كبير من الحراس، وبيكون معاه كمان بنته. وأول ما بتنزل من الموكب بتفضل تتفرج على الفندق وبتشوف البطلة، فبتروح تكلمها وبتسلم عليها وبتعرفها بنفسها وبتقولها إن اسمها أوك. والبطلة بترحب بيها وبتعجب بيها بشدة. وتاني يوم بطلتنا بتروح مع أوك للسوق، وأوك بتروح تشتري توك شعر وبتجيب لبطلتنا توكة هدية، لكنها بترفضها وبتقول لأوك إيه اللي يخلي بنت عيلة زيك تصاحب واحدة زيي. فأوك بتعرفها إنها إنسانة زيها وإنها محتاجة صديقة مش خادمة. وبتستغرب بطلتنا من كلامها لأنها مش متعودة على المعاملة دي، ودايما الناس بيهنوها وبيضربوها. فأوك بتقول لبطلتنا إنها بتحلم تبقى محامية وتدافع عن الضعفاء والمظلومين. وبطلتنا بتقول لها حلمها زي ما احنا عارفين إنها عايزة بيت صغير على البحر تعيش فيه مع باباها. وبيعدي الوقت والوزير بيشكر صاحبة الفندق وبيقرر إنه يمشي هو وبنته. وصاحبة الفندق بتطلب منه ياخد بطلتنا معه وهو مسافر عشان تبعدها عن الخطر والحراس ما يقدروش يمسكوها. والوزير بيقبل طلبها، فبتفرح أوك إنهم هياخدوها معاها وبتجيب لها فستان من عندها تلبسه. وفعلا بطلتنا بتلبس الفستان وشكلها بيتغير. وصاحبة الفندق بتودعها وبتديها قبل ما تمشي الجوهرة اللي بطلنا اداها لها قبل كده. والبطلة مش بتبقى مصدقة نفسها وبتشكرها. وبعدها بتدخل أوك وبتشوف بطلتنا وهي لابسة الفستان فبتتبسط بيها، وبتخلع أوك خاتم من إيدها وبتديه للبطلة وبتقولها إنه خاتم جدتها، لكنها حابة تديه لبطلتنا عشان يليق مع الفستان. وأوك بتاخدها وبتوريها الهدايا اللي جايباها لجدتها والوصفات بتوعها. وأوك بتعرفها إنها ما شافتهمش من سنين من ساعة ما كانت طفلة صغيرة، وإنها متحمسة تروح لهم وتديهم الهدايا بنفسها، وبتوصف لها كل واحدة منهم بالتفصيل. وبعد شوية بتهجم عصابة على الفندق وبيضربوا وبيقتلوا كل الموجودين بما فيهم الوزير، وبيسرقوا الذهب والمجوهرات من الموكب. وزعيمهم بيجري ورا أوك وبطلتنا، لكن بطلتنا بتدافع عن أوك وبيدخلوا أوضة عشان يستخبوا فيها وبيقفلوا عليهم. لكن زعيم العصابة بيشوفهم وبيرمي عليهم نار وبيحرق المكان، وبيقع على أوك جسر خشبي ومش بتقدر تتحرك. فبتحاول بطلتنا تساعدها لكن مش بتقدر. وبتشوف أوك بتزق البطلة لبعيد عشان تنقذها وتبعدها عن الحريق، وبتقول لها لازم تعيش حياتها وتحقق حلمها. في اللحظة دي بيتحرق المكان بالكامل وأوك بتموت، وبطلتنا مش بتستوعب اللي بيحصل وبتفقد الوعي. وبعد فترة بتصحى البطلة من النوم وبتلاقي نفسها نايمة في قصر وحواليها الوصيفات ومعهم جدة أوك. وأول ما بتفوق بيفرحوا جدا، وبتقدر بطلتنا تتعرف عليهم من خلال وصف أوك اللي وصفته. وجدتها بتفرح بيها وبتحسبها حفيدتها اللي ما شافتهاش من سنين. ومش بيبقى قدام البطلة غير إنها تكذب وتنتحل شخصية أوك عشان تهرب من ماضيها وتبدأ حياة جديدة. وبنلاقي البطلة بتسأل وصفتها تي إزاي عرفوا إنها أوك، فتي بتعرفها ان الحراس لما عرفوا الخبر وصلوا لمكان الفندق لقوا كل الجثث ميته الا هي، وعرفوها بالخاتم اللي هي لابساه في ايدها. وبتحس اوك بتأنيب الضمير وبتروح للجده وبتستجمع شجاعتها وبتعرفها الحقيقه انها مش اوك وانها مجرد عبده عطفت عليها حفيدتها. وبتقولها كمان ان اوك هي اللي اديتها الخاتم. وبطلتنا بتفضل تعيط وبتقول للجده انها تستحق الموت، والجده مش بتكون مصدقه اللي سمعته. وبطلتنا بتقول لها انها عارفه افراد العصابه وحافظه ملامحهم كويس لانهم كانوا بيترددوا على الفندق لما كانت شغاله فيه. فالجده بتقول لها لازم تسكت وتكمل تمثيليه انها اوك لحد ما يقبضوا على العصابه. والجده بتبلغ الحراس وموظفين القصر بالمواصفات اللي قالتها البطله.
وبتشوف بطلتنا بتقدر إنها ترسم أشكال أفراد العصابة وبتوصف لهم الطريق اللي مشوا فيه، والجدة بتطلب منها تمثل إنها حفيدتها أوك لحد ما يمسكوا العصابة، وبتاخدها وبتخبيها في ملحق جنب القصر عشان محدش يتعرف عليها ويعرف إنها مش أوك الحقيقية. وبيكون في وصيفة عارفة سرها وبتشوف طلباتها. وبيمر الوقت وسيدات القصر بتبعت رسالة تعزية لأوك، ووصيفتها تي بتوصفها لأوك عشان تقراها، وبتتفاجئ مامة تي إنها بتعرف تقرا، وكمان بتبعت لهم رسالة بالرد. وبالليل أوك بتروح المطبخ وبتقابل الخدامين وبتسلم عليهم، وبيلاحظوا إنها متواضعة وكمان بتساعدهم في عمل الأكل، وبيستغربوا إنها بتعرف تطبخ كمان. وبتعرفوا إنها في المدينة اللي كانت عايشة فيها اتعلمت القراية والكتابة والطبخ والتطريز. وبتشوف سيدات القصر بيقروا رسالة أوك اللي بتشكرهم فيها على تعزيتهم، على الرغم من إنهم مش بيحبوا أوك ولا باباها، وبيكونوا فرحانين إنه مات عشان كان متشدد عليهم. وبتفرح الجدة بتصرف أوك وبتعجب بشخصيتها. وبتعدي الأيام والحرس بيقدروا يوصلوا لأفراد العصابة وبيقبضوا عليهم، وبيحكموا عليهم بالجلد 100 جلدة لكل واحد فيهم. وأوك بتكشف وشها وبتقول لزعيمهم إن الجلد مش كفاية ولا حتى الموت، وإنه مكانه الحقيقي هيكون في جهنم مع الأشرار اللي زيه. وتاني يوم بتشوف بطلتها بتدي الهدايا للخدامين اللي أوك كانت جايباها معاهم من بلدها، وبتسلم الخاتم للجدة، وبترجع تلبس لبس بسيط وبتقرر تمشي لحال سبيلها. لكن الجدة بتمسك فيها وبتقول لها إنها مش هتسمح لها تمشي وتسيبها، وإنها هتعيش معاها بصفتها حفيدتها أوك، لأنها كانت أمنية حفيدتها إنها تعيش، وإنها مش مهمة سهلة على بطلتنا، لأنها لازم تغطي وشها طول الوقت عشان محدش يكتشف إنها مش أوك الحقيقية وإنها مجرد عبدة مزيفة. وبتعدي سنتين وبطلتنا عايشة في القصر على إنها أوك، وبتلاحظ إن سيدات القصر بتعذب الخدامين اللي بيغلطوا وبتحرقهم بالنار، ومش بتكون راضية على اللي بيحصل، بس مش بيكون في إيدها حاجة. وبنروح لسيدات القصر بيكونوا متجمعين وبيتكلموا إن في قاضي جديد اتوظف في المحكمة، والقاضي ده شريف وعنده ضمير ومش بيخاف من حد. لكن واحدة منهم بتقول إن الحكومة تحت سيطرتها وأكيد هنسيطر عليه هو كمان. وبيشكوا ان بطلتنا هي اللي بعتت له رساله انه يجي على بلدهم لان مش عاجبها النظام اللي في البلد. وبنرجع للبطل بتاعنا وبنلاقيه غير من شخصيته وبقى بيكتب قصص وروايات، وبيمشي في مكانه وبيشير صور أوك اللي كان بينشرها عشان يقدر يوصل لها، لان ملهاش فايده ومعرفش يوصل، لكنه بيبقى عنده امل انه هيقابلها في يوم من الايام. وبعد فتره بتشوف تي وصيفه بطلتنا بتروح تقرا اعلان عن روائي عامل حفله في المدينه وانه هيحكي قصه جديده، وبنعرف ان بطلتنا علمت تي القرايه والكتابه، وبتكون تي جايبه لها قصه من قصصه وبتقراها لبطلتنا. وبتكون القصه عن شاب من عيله غنيه حب بنت فقيره بتبيع الفول السوداني في السوق، وانه اعجب بيها واداها جوهره اشاره منه على حبه، ولو كانت الظروف مناسبه كان راح واعترف لها بحبه، وانه فضل يدور عليها وعنده امل انه يلاقيها. وبطلتنا بتبقى مصدومه من القصه وبتعرف ان هي المقصوده وان اكيد المؤلف هو البطل اللي عارفاه من زمان. وبتقرر بطلتنا تروح مع تي الحفله، وبتشوف البطل وبتعرف انه هو، وبيقدر البطل يشوفها قدامه مش بيصدق نفسه انه اخيرا لقاها. لكن بطلتنا مش بتستحمل الموقف وبتخرج بسرعه وهي منهاره من العياط. وتي لما بتشوفها كده بتروح لبطلنا وبتقول له انها متاكده ان بطلتنا عارفاه لان معاها جوهره زي اللي معاك دي بالظبط. وبطلنا بيتفق معاها علشان يعملوا خطة ويقابل بيها البطلة، وفعلا تي بتعمل حوار وبتقنع البطلة تروح معاها المكان، وبتكتشف ان البطل مستنيها هناك، وبيكون مبسوط انه شافها وبيقول لها ما تقلقش لانه ما قالش لتي على حقيقتها، وبيعرفها انه بقاله 3 سنين بيدور عليها وانه نشر صورها في كل مكان عشان يلاقيها. لكن البطلة بتكلمه بطريقة جافة وبتقول له انه اناني لانه نشر قصتها في رواية، وانه نشر صورتها في كل مكان وعرضها للخطر، وانها مش بتحبه، هي بس بتحب المقابلة اللي كانوا فيها مع بعض. وبتقول له انهم اطمنوا على بعض وما يبقاش في داعي انهم يتقابلوا تاني بعد كده، وبتسيبه وبتمشي. وبيتفاجئ بطلنا بمعاملتها ليه رغم اشتياقه ليها. وبترجع البطله للقصر وبتروح تي معاها، وتي بتقول لها ما تزعلش منها لانها كان قصدها تخليها تقابل حبيبها، ولو بتحبه بجد يبقى لازم تروح معاه وتسيب حياه القصر اللي عامله زي السجن. وتاني يوم بيقدر بطلنا يوصل للقصر وبيقابل البطله وبيقنعها تروح معاه المكان عند البحر. ولما بتروح بتلاقي بيت صغير والبطل بيعرفها انه بيحضره لها زي ما كانت بتتمنى، وبيقولها تسيب القصر وترجع تعيش معاه، وبيوعدها انه هيدور على باباها ويعيشوا الحياه اللي كان نفسها فيها. وبترجع البطله على القصر وبتتفاجئ ان تي اتقتلت وانهم لقوا جثتها متعلقه، وبيقولوا انها موتت نفسها. لكن بيجي الطب الشرعي وبيشوف ان في خبطه على راسها، وبيشك في شاب بيكون ابن واحده من سيدات القصر لانه كان دايما بيعاكس تي. والوصيفه بتقول لبطلتنا انها لازم تمشي وتسيب القصر عشان بقى خطر عليها. وبتقعد البطله تفكر في كلامها تمشي من القصر وتخلص من المشاكل ولا تكمل وتجيب حق
تي. وتاني يوم بتروح بطلتنا البيت بطلنا وبتديله الجوهرة بتاعته وبتقوله ينساها وما يفكرش فيها تاني. وبتشوف مامة تي بتروح لمامة الشاب وبتتهم ابنها ان هو اللي قتل بنتها، لكن الست بتهينها وبتشتمها انها ازاي تتجرأ وتتكلم معاها كده وبتضربها. لكن بطلتنا بتوصل وبتكشف عن وشها وبتدافع عن الوصيفة، وبيكون معاها القاضي اللي اتعين جديد وبيقول لسيدة القصر لازم تثبت بالأدلة ان ابنها بريء. والقاضي بيأمر الحراس ياخدوا الست وبيسأل بطلتنا عن اسمها فبتقول له إنها السيدة أوك. وبيوصل القاضي وبيروح يشوف الجثة وبيعرف إن الطب الشرعي كذب وقال إنها انتحرت عشان مامة الشاب هي اللي أجبرته على كده. وبيسأل القاضي الشاب المتهم كان فين وقت وقوع الجريمة فبيقول له إنه كان بيحضر نفسه للسفر. وبتشوف سيدات القصر مجتمعين وبيتكلموا عن اللي حصل، وبنعرف إنهم جابوا محامي كبير للشاب المتهم بالجريمة. وبنلاقي إن سيدات القصر بيتفقوا على مامة تي وبيخلوا الحراس يقبضوا عليها. وكمان أوك بتعرف إن الطبيب الشرعي اتقتل بسبب إنه اعترف عليهم وإنهم أجبروه على تغيير سبب الوفاة. ولكن أوك مش بتسكت وبتقرر تكمل في القضية عشان تجيب حق تي. وبتروح أوك على بيت القاضي وبتتفاجئ بوجود البطل قدامها وبتقول له إيه اللي مخليه يجي وراها بعد ما قالت له انها مش عايزه تكمل معاه. فبيقولها انه اول مره يشوفها وانه ابن القاضي وانه اختلط عليها الامر. فبتستغرب البطله من التشابه الكبير اللي بين ابن القاضي وحبيبها، وبتشوف ان عنده مهارات قتاليه عاليه جدا على عكس البطل، فبتتاكد انه مش هو. وبيعدي الوقت وبتشوف ابن القاضي بيتكلم مع باباه وبيقول له انه قابل اوك وانها شخصيه متواضعه وقويه. وتاني يوم بتروح اوك للسوق وبتحاول تشوف محامي عشان يمسك قضيه تي، لكنها مش بتلاقي محامي بيرضى بالقضية لأنها خادمة. في نفس الوقت بتشوف مجموعة من قطاع الطرق بيضايقوا أوك لكنها بتجري منهم وبتنط من على السور. فبتلاقي ابن القاضي قدامها اللي بيدافع عنها، وبعد شوية بيسألها إنه فعلا لو شبه حبيبها، لكن أوك بتقول له ينسى الكلام ده وبتعرفه إنها مشغولة دلوقتي بقضية وصفتها. فابن القاضي بيقترح عليها تبقى محامية وتدافع هي بنفسها في قضية صاحبتها، وإن الموضوع مش صعب وكل اللي عليها تاخد كتب قانون وتحفظ منها القواعد، وإنه يقدر يساعدها ويجيب لها كتب من مكتبة باباه. فبتتحمس أوك للفكرة وبتروح معاه للمكتبة وبتفضل تقرا في كتب القانون. وبنروح للخادم اللي محبوس بدل مامة الشاب المتهم وبيفتكر الجريمة اللي عملها. وبنعرف ان مامة الشاب اتفقت معاه يعتدي على تي عشان لما يجي ابنها ويشوف المنظر يبعد عنها، لان مامته مستحيل ترضى انه يرتبط بخادمه. وبتروح اوك تقابل المحامي وسيدات القصر وبيعرضوا عليها تتنازل عن القضيه مقابل الافراج عن مامة تي، لكن اوك بترفض وبتقول لهم ان مجرد التفكير في المساومه هو اعتراف بالجريمه، وان القانون بينص على عقوبه المساومه. وبيستغرب كل الحضور منها ومن بلاغتها ومعرفتها للقانون. وبتشوف ابن القاضي بيعجب بيها وبشجاعتها. وبالليل بتلاقي أوك الخادم جاي لحد عندها وبيحكي لها اللي حصل وبيقولها إنه كان مجبور ينفذ كلام سيدة القصر. وتي لما كانت بتدافع عن نفسها وقعت وراسها اتعورت، فقررت الست وجوزها يخفوا آثار جريمتهم. والشاب بيتصدم من تصرفات مامته تجاه تي وبيعرف إنها كانت مش بتبادله نفس الشعور وكانت متجاهلاه أصلا. والشاب بيقابل أوك وبتعرفوا إن آخر كلمات تي هي إنها فضلت إنها تموت على إن يشوفها مع راجل تاني. ومش بيصدق الشاب ان تي كانت بتحبه لانها كانت دايما بتقفل في وشه كل باب. واوك بتقوله ان تي كانت متاكده ان اهله مش هيوافقوا عليها لانها خادمه ومش من مستواهم وانها كانت بتحبه في السر. واوك بتدي الشاب كل الهدايا اللي كان جايبها لها لتي. فالشاب بيبكي وبيقول لها انه كان بيحبها من وهو عنده 7 سنين وكان متخيل ان حبه من طرف واحد. وبعد شويه اوك بتقابل ابن القاضي وبيكون هو اللي ساعدها تقابل الشاب ده، وبيقول لها المهم دلوقتي مامة الشاب وباباه يتعاقبوا لان هم السبب في موت تي. ولكن اوك بتعرفوا انهم لو اتعاقبوا الخادم هيتعدم، وبتقول له ان الخدم دول ناس ضعاف ومغلوبين على امرهم وانها تشوف طريقه هتجيب بيها حق تي. وبيجي ميعاد المحاكمه والقاضي بيحكم بالبراءه على اسره الشاب لان الاقوال متضاربه ومش واثق في الحقيقه، وبيؤمر على مامة تي بالاعدام لانها خادمه وطولت على اسره الشاب واهانتهم. فاوك بتدافع عنها بصفتها محاميه لمامة تي وبتقول للقاضي ان مامة تي ما ينفعش تتعدم لانها خادمتي انا مش خادمتهم، والقانون بينص على ان انا الوحيده اللي احكم عليها مش شخص تاني. فبيقتنع القاضي بكلامها وبيأمر بجلد مامة 10 جلدات بدل الاعدام، وده علشان شتمت مامة الشاب. واوك بتقول للقاضي دي بنتها ماتت، ازاي مش عاوز تخليها تعبر عن حزنها وانفعالها على اللي كان السبب في قتل بنتها، وعلى العموم انا اللي شتمتهم يعني انا اللي هتجلد بدلها. وبتروح اوك تاخد الجلد بدل مامة تي، لكن الشاب فجأة بيقوم وبيقول للقاضي ان هو اللي عمل كده في عشان ما رضيتش تسافر معاه. وبيتفاجئ الكل بكلامه والقاضي بيأمر بالقبض عليه والخادمة بتاخد براءة.
وبيكمل القاضي كلامه وبيقول إنه لقى وثيقة ملكية بتنص على عدم تعذيب الخدم، لأن الخدم جزء من الشعب واللي هيتطاول على القانون هيتعاقب بشدة. وبعد كده أوك بتقابل ابن القاضي وبتتكلم معاه عن بطلنا، وبتقول له إنه سألها على كاتب الروايات ولو هو فعلا شبهه، وبتقول له أوك إنه فعلا شبهه جدا وإنه بيكون أول حب في حياتها وإنها مش ممكن تنسى ذكرياتها معاه. وبنعرف إن الشاب اتنفى لجزيرة بعيدة عن المدينة، وكمان باباه اترفد من منصبه. ومن ناحية تانية بتشوف بطلنا وهو ماشي في السوق وبيكون مخبي وشه، لأننا بنعرف إن باباه لما عرف إنه بقى مؤلف روايات وبيحكيها في السوق وبيعمل حفلات راح له وضربه على وشه واتبرى منه لأنه بيسيء لعيلته اللي بتكون من صفوة المجتمع. وبطلنا بيمشي في السوق وبيلاحظ إن في ناس كتير بتشتري هدوم زفاف، والخادم اللي معاه بيقول إن في أوامر من الملك بإن كل أبناء العائلات الراقية لازم يتجوزوا في الفترة دي. وبيقول له أكيد السيدة أوك بتفكر بالزواج، خاصة إنها بقت من العائلات الراقية. وهنا البطل بيندم إنه بقى مؤلف روايات وما بقاش ينتمي للعائلات الراقية، وبيستعجب من سخرية القدر. وبعد كام يوم القاضي بيبعت لأوك عشان تروح تقابله، وكل الوصيفات والخدم بيفرحوا لأنهم بيعتقدوا إن القاضي عاوز يجوزها لابنه. وأوك بتروح له بتشوفه عايزها في إيه، وبنلاقي إنه بيعرض عليها تشتغل معاه في القضاء وتكون محامية، وبتكون مفاجأة غير متوقعة لأوك. وبعد كده بتشوف سيدات القصر مجتمعين مع القاضي عشان يعين مفتش جديد بدل بابا الشاب اللي اترفد، وكمان بيعرضوا عليه إنه يخلي ابنه يتجوز واحدة من بناتهم. وبعد كده القاضي بيكون قاعد مع عيلته وبيقول لابنه على فكرة الجواز من بنت من بنات القصر، لكن ابنه بيرفض الفكرة. وأخوه الصغير بيعرف إن أخوه بيحب أوك، وبيشوف سيدات القصر أوك وهي راجعة من بيت القاضي فبيتهموها إنها بتروح له عشان تغويه ويتجوزها، لكنها بتقول لهم إنه بعتها علشان تشتغل مع محامية، وبتقول لهم إنها مش هتسمح بأي تجاوزات معاها وإنها استحملت اتهاماتهم ليها زمان، لكنها هتعاقب أي حد يتعدى حدوده معاها. وبيكون ابن القاضي واقف وشايف كل اللي بيحصل وبيتأسف لها، لكنها بتمشي عشان محدش يتكلم عنها تاني. وبعد شوية بتروح أوك تسلم على جدتها اللي بتكون رجعت من السفر، وجدتها بتقول لها إن جالها رسالة فيها طلب للجواز، الرسالة دي بتكون من القاضي وبيكون طالب فيها أوك لابنه. وبنعرف إن القاضي كان بيقربها منه عشان يتعرف عليها أكتر وإنه حس بإعجاب ابنه ليها، ولكن أوك بتكون مترددة وخايفة تقبل طلبهم عشان هيكتشفوا إنها مش أوك وإنها عبدة، ساعتها هيعاقبوها أشد عقاب. فجدتها بتقول لها لو هي موافقة على المبدأ خلاص تتجوزوا وهي هتتحمل المسؤولية وهتحميها. وتاني يوم بتروح أوك تقابل ابن القاضي وبتسأله عن سبب طلبه للجواز منها، فبيقول لها إنه أعجب بيها وبشخصيتها وطريقة تفكيرهم واحدة، ده غير إنه شبه حبيبها وإن دي فرصة. لكن أوك بتقول له إن في حياتها سر لازم يعرفه، وابن القاضي بيقول لها تقول له عليه وهو هيحفظه مش هيقول له لحد. لكن قبل ما تقول له كلمة بتشوف قدامها سول اللي كانت بتعذبها زمان، فالبطلة بتتصدم وبتتجمد مكانها، لكن بسرعة بتاخد ابن القاضي وبيطلعوا يجروا. وبتروح أوك مع ابن القاضي على مكان بعيد وبتحكي له حكايتها وبتقول له إنها عبدة مش بنت عيلة ملكية. فابن القاضي بيقول لها ما تخافش وسرها في بير، وبيقول لها إن هو كمان هيقول لها على سره وهو إنه مش بيحبها ولا حاجة، وبيقول لها توافق على جوازهم وهيبقى اسمها مرات ابن القاضي وخلاص ومحدش هيقدر يقرب لها. فأوك بتلاقي نفسها قدام مشكلة، لكنها بتضطر توافق على الجواز عشان تعيش في حماية، وبتعمل فرح وبيحضر الفرح بطلنا هو والخادم بتاعه، وبيتفاجئ إن العريس شبهه جدا. وبعد الفرح بتوصل أوك على قصر القاضي وبتاخد الوصفات والخدامين بتوعها معاها، وبتلاقي القاضي مجهز لها غرفة كبيرة عبارة عن مكتب محاماة عشان تشتغل معاه في قضايا الشعب. وبتشوف ابن القاضي بيقول للأوك إن كل واحد منهم هينام في غرفة لوحده، وإنه هيضطر يجيب عنها كتير عن القصر عشان عنده أشغال لازم يخلصها. وبيكون في واحدة من سيدات القصر اسمها شين متغاظة إن ابن القصر اتجوز أوك لأنها كانت عايزة تجوزه لبنتها، وبتكون بتكلم المفتش الجديد اللي مسك بدل المفتش اللي اترفد، فبيقول لها إنه هيفضل ورا أوك والقاضي لحد ما يخلص عليهم. وبيجي شخص للمفتش وبيقول له إنه لقى قطعة دهب في الجبل وإنه عاوز يروح يفتش معاه، لكن مرات المفتش بتمنعه يعمل حاجة زي دي عشان ما يتعرضش للمساءلة القانونية. لكن شين بتقول له إن هي وجوزها هيساعدوه ولازم يدور على الدهب بشرط تجوز بنتها لابنه، فبيوافق المفتش. وبنرجع لأوك اللي بتكون مشغولة في حل قضية، وبتلاقي أخو جوزها الصغير جايب لها ورد وبيشكرها إنها بتبعت له كعك الأرز، وبيقول لها إنه نفسه يتعلم الرماية، وأوك بتاخده تعلمه الرماية لأنها موهوبة فيها. وبيجي القاضي وبيشوفها وبيكون فرحان جدا. ومن ناحية تانية بتشوف راجل في السوق بيخطف أطفال وبيضرب راجل مسكين، وبنعرف إن الراجل ده تبع الراجل اللي لقى الذهب وإنه بياخد الأطفال عشان يشغلهم خدامين.
وضرب الراجل الغلبان عشان خد منه بنته عشان يعلموها، واكتشف انهم اخدوها عشان تشتغل خادمه. واوك بتشوف الورقه فبتلاقي ختم القاضي عليها بس مزور، وبتقرر اوك تتنكر وبتروح هي وخادمها على مكان الراجل اللي بيخطف الاطفال وبيكون بيتاجر في كل حاجه. وبتروح المكان على انها بتتفرج على اللوحات اللي فيه، وبتلاحظ وجود عدد كبير من الاطفال المخطوفه عنده. وقبل ما تخرج بتتفاجئ بجوزها بيدخل المكان ده وبيكسر الباب وبياخد طفل منهم، لكنها مش بتبقى فاهمه هو بيعمل ايه هنا. وبترجع لبيتها وبتقول للقاضي على موضوع الاطفال المخطوفه، فالقاضي بيعرفها ان في حد بعت له رساله ان الاطفال دي هتتباع النهارده وانه هيتنكر علشان يروح يشوف الموضوع بنفسه. وبتمشي اوكو بتشوف جوزها بيلبس هدومه وبيلفت نظرها وشم على كتفه فبتسأله عنه، لكنه بيقول لها ان عنده مشوار مهم دلوقتي ولما يرجع هيعرفها كل حاجه. وبتشوف الراجل اللي خطف الأطفال ماشي بيهم وهم متربطين في الحبال، وبيهجم عليهم القاضي ورجالته وبيدور بينهم معركة. وأوكي كمان بتروح ورا القاضي وبتحاول تساعده، وبتتفاجئ بجوزها لابس قناع وبيحارب معاهم، وبعد شوية بيختفي. وتاني يوم أوك بتروح البيت اللي شافت جوزها بيدخله وبتلاقي شخص بيفتح لها، وبتشوف جوزها جوه وبيدرب مجموعة أطفال، وبتستغرب أوك من وجوده وبتسأله عن الأطفال دي، فبيعرفها انه انقذهم من الخطف وانه مؤسس جمعيه ليهم بيعلمهم فنون القتال والدفاع عن نفسهم، وان الوشم اللي على كتفه ده علامه الجمعيه بتاعته. وبالليل بيعمل حفله في المكان وشخص من الجمعيه بيتعرض للاعتداء وبيروح ابن القاضي يدافع عنه، واوك بتمنعه علشان ما يوقعش نفسه في مشكله، لكن جوزها بيقولها انها بتدافع عن الخدامين بس باقي الشعب مش مهم عندها. فكلامه بيستفز اوك وبتروح تدافع عن الشخص ده قدام القاضي، وبيتفاجئ جوزها بموقفها وبيشكرها عليه. وتاني يوم اوك بتشوف طفل مسكين عاوز مساعدة علشان يجيب علاج لباباه، وأوك بتاخده وبتعزمه على الأكل. وفي وسط الكلام الولد بيقول لها إن الراجل اللي بيخطف الأطفال بياخدهم الجبل عشان يفتشوه، وإن صاحبه مع الأطفال اللي شغالين هناك. وأوك بتجرجره في الكلام وبتعرف منه المكان، وبتعرف كمان إنهم بيدربوهم على الفنون القتالية، وبتروح تقول للقاضي على مكانهم. في نفس الوقت بيجي شخص بيقول للراجل اللي بيشغل الأطفال إن القاضي جاي وهيعمل عليه كبسة، فبيضطر يوقف الشغل وبيخبي الأطفال اللي معاه، وبيدخل على البيت اللي بيروح له جوز أوك وبيشوف الشخص اللي دفعت عنه وبيكون بيحرق ورق، وبيمسكوا الراجل وبيقتله. وبيعرف جوز أوك اللي حصل وبيكون عاوز يروح ياخد بطار الشخص ده، لكن أوك بتمنعه. وبعد شوية بيروح لباباه القاضي وبيوريله الوشم اللي على كتفه وبيقول له إن هو مؤسس الجمعية، فالقاضي بيغضب عليه وبيتبرى منه. وأوك بتخرج معاه وبتلاقي الحراس واقفين وبيفتشوا الناس، وأي حد يشوف الوشم على كتفه بيقتلوه. وأوك بيجيلها فكرة وبتروح مع جوزها البيت بطالنا وبتخليه يبدل هدومه مع جوزها، وبيخرج للحراس على إنه ابن القاضي عشان ما يتعرضش للقتل. وبعد شوية بطلنا بيعرفهم على طريق عشان يمشوا فيه بعيد عن الحراس، وأوك بتوصل جوزها لحد ما بيخرج من المدينة، وبترجع على بيتها وبتتكلم مع القاضي اللي بيقول لها إنه مش هيسمح للموضوع ده ينتشر في البلد. وبيخرج يلاقي أهل المدينة متجمعين، وبيصدر قرار ملكي إنه يتنازل عن منصبه عشان ابنه طلع مؤسس الجمعية، والراجل مش بيستحمل الصدمة وبيقع على الأرض. وبيعدي الوقت وبنعرف إن القاضي مات، وسيدات القصر والمفتش الجديد بيعملوا وليمة وبيقعدوا يضحكوا وبيقولوا إن من حظهم إن القاضي مات وإلا كان زمانهم بره القصر دلوقتي. وبنروح لأوكو اللي بتكون واقفة في مكان وحزينة على اللي حصل وعلى حظها، وبيجيلها البطل وبيتكلم معاها، لكنها بتعرفه إنها تعرضت للموت مرتين، وإن كل شخص بتحبه بيفارقها من أول باباها لحد السيدة أوك والقاضي وجوزها كمان وحتى البطل، وبتقوله إنها تستحق تموت زيهم. لكن البطل بيقول لها إنها لسه العبدة الضعيفة، وإنها لو كانت حاسة من جواها إنها السيدة أوك ما كانتش هتعيط وتحس بالضعف، بالعكس كانت هتفكر بذكاء إزاي تنتقم من الخونة اللي حواليها. وبعد شوية بتشوف أوك بتعزم بطلنا على الغدا عندها، وبنعرف إنه هرب من شغله علشان يجي يطمن عليها، وبتشكره على دعمه ليها، وبتوعده إنها تسمع كلامه وهتنتقم من كل اللي اتأمروا عليها وعلى القاضي. وفجأة بينادي عليهم يونج أخو جوزها، وبيكون جمع حاجته وقرر يمشي وهيروح لواحد قريبه من بعيد لأنه مش عاوز يكون حمل على أوك، لكن أوك بتمسك فيه وبتترجاه يفضل معاها لأنها بتعتبره جزء من عيلتها، وبتوعده إنها تنتقم من كل اللي تسببوا في انهيار عيلتهم. وبيكون البطل سامع كل كلامهم وبيتأكد إنها قررت تنفذ وعدها. وتاني يوم بتروح أوك للحاكم وبتقول بيبعت مجموعة من الحراس يفتشوا بين الجبال على الأطفال المخطوفين، وبتعرفوا إنهم بيتخطفوا علشان يشتغلوا في التنقيب عن الذهب، وإنه لازم يحقق أكتر في القضية. فبيقول لها إن دي مهمة القاضي الجديد، وإن المفتش قدم تقرير إن مفيش أي أطفال بيشتغلوا في الجبل وإنها مجرد إشاعة. وبنرجع للسيدات القصر وبتشوف شين وبتروح تقابل مرات المفتش، وبتشوف مامة تي في القصر، وبتقول لمرات المفتش إن دي مامة البنت اللي بسببها المفتش اترفد وابنه اتنفى من المدينة.
المدينة، وبتنصحها تخلص منها قبل ما تعمل مصيبة جديدة، وبتتوسل لها مامة تي تسيبها شغالة في القصر وإنهم مش هيحسوا بوجودها نهائي. وبتروح الوصيفات لأوك وبتقول لها إنهم عاوزين يمشوهم القصر ويبيعوها في السوق. وبعد شوية بتروح أوك لحد بيت المفتش وبتطلب منه ما يبيعش الوصيفة وإنها مستعدة تدفع اللي يطلبه، فبيستهزأ بكلامها وبيطلب منها مبلغ كبير جدا، وكمان بيطلب بيتها وأرضها. لكن أوك بتكون ما بتملكش حاجة إلا هما، وبتشوفها بتركع على الأرض وبتتوسل ليه قدام الناس، وبتقول له يديها الوصيفة مقابل إنها تقف جنبه وتساعده في المستقبل. لكن المفتش بيهينها ويكلمها بمنتهى الغرور إن عمره ما هيحتاج واحدة زيها، وبيسيبها وبيمشي. وبنلاقي مامة تي بتجمع هدومها عشان تستعد لبيعها في السوق، وجوزها بيعيط عشان مش هيقدر يدافع عنها. لكن مامة تي بتوصيه خلي باله من السيدة أوك ويكون في خدمتها باستمرار. وبنروح لأوك وبنلاقيها لسه قاعدة في الأرض قدام بيت المفتش لحد ما النهار يطلع، وبتفتح الباب مراته المفتش وبتلاقي أوك لسه قاعدة، وأوك بتتوسل لها تاني تديها الوصيفة. وبتتفاجئ أوك إن الوصيفة لمت حاجتها وبتشكر مرات المفتش وبتروح لأوك. وأوك مش بتبقى مصدقة إن مرات المفتش سمحت لها تاخد الوصيفة، فبتشكر مرات المفتش وبتوعدها إنها مش هتنسى المعروف ده أبدا. وبتطلب أوك من وصيفتها مامة تي إنها تساعدها علشان تروح الجبل وتجيب دليل على الأطفال اللي شغالين هناك عشان الحاكم يقدر يتصرف مع الخونة. والوصيفة بتقول لها إنها هتحاول تجمع لها مجموعة شباب أقوياء عشان يكونوا معاها في رحلتها. وبنلاقي بطلنا واقف قدام بيت أوك وبيراقبها من بعيد عشان يطمن عليها، وبيتفاجئ إن يونج ابن القاضي الصغير بيضربه، وبيقول له كانت فين كل الفترة دي، وبيكون متخيل إن البطل هو أخوه، فبيقول له إنه مش أخوه. وبيتأكد يونج لما البطل بيكشف وشه، ويونج بيتأسف له على تصرفه وبيقول له إنه شبه أخوه بالظبط. وبيجي خادم البطل وبيكون مضروب، وبيعرفوا إن الناس ضربته في السوق عشان بطلنا بقاله فترة مش بيروح الحفلات اللي بيجمع فلوسها منهم، وبيقول له لازم يروح علشان ما تحصلش خسائر أكتر من كده. وبيروح يونج المدرسة وبيقابل صاحبه وبيستغرب إنه رجع للمدرسة بعد كل المصايب اللي حصلت لعيلته. لكن يونج بيعرف إنه عايش مع مرات أخوه وإنه هينتظم تاني في الدراسة. فالولد بيغلط بالكلام وبيقول لليونج إنه سمع المفتش وهو بيتكلم على القاضي وإنه هيلفق له تهمة عشان يقضي عليه. ويونج لما بيرجع البيت بيحكي الأوك اللي سمعه من صاحبه، وبتتأكد فعلا إن إحساسها كان صح وإنها كانت متأكدة إن المفتش ورا كل اللي حصل لعيلتها. وبتشوف مرات المفتش بتقرا مستندات وبتعرف منها إن جوزها واخد فلوس كتير جدا من شين والراجل اللي بينقب عن الذهب وإنه متورط معاهم. وبتروح تكلم شين وبتتفاعل علشان هي اللي أقنعت المفتش بموضوع الذهب، وبتقول لها لو حاكم المدينة عرف باللي بيعملوه هيقضي عليهم. لكن شين بتقول لها ببرود أعصاب طول ما بقك مقفول الحاكم مش هيعرف حاجة. بعد كده بنشوف أوك ماشية في السوق وبيكون بطلنا ماشي وراها، فبتشوفه وبتسأله ماشي وراها ليه، فبيقولها إنه بيطمن عليها، وبيعرفها إنه عارف السبب اللي خلى جوزها يهرب من المدينة وإنه هو مؤسس الجمعية. وأوك بتتصدم إنه عارف وبتروح تتكلم معاه في مكان بعيد وبتقول له إنها مش عاوزة حد يعرف الكلام ده، فبيلومها إنها قالت لجوزها سرها، لكنها بتعرفه إنها ما تقدرش تبدأ حياتها على كدبة هتدفع ثمنها في المستقبل. وتاني يوم بيلاقي المفتش رسالة من مراته إنها هربت من البيت وهتموت نفسها عشان مش هتقدر تواجه الحاكم، والناس لما يعرفوا إنهم مشتركين في فساد الدولة. وبتيجي شين وجوزها وبتقترح على المفتش إنها تعمل إشاعة على مراته وتقول إنها هربت مع عشيقها عشان ابنها يدور عنها ويرجعها ويكسروا كبريائها في نفس الوقت. وبتشوف ابن الوصيفة بيجمع شباب زي ما مامته وصته عشان يروحوا مع أوك للجبل، وبيكون معاهم خريطة للطريق. وأوك بتجهز نفسها للخروج عشان تجيب دليل لخطف وتشغيل الأطفال، وبتمشي في طريقها وبتلاقي البطل في انتظارها عشان قرر يروح معاها الرحلة. وأوك بتكون متنكرة في لبس راجل عشان محدش يعرفها، وبيمشوا وهم في طريقهم بيفضل يكلمها على أول مرة شافها فيها وهي بتبيع الفول السوداني، وبيفضلوا يتكلموا ويضحكوا لحد ما بيوصلوا المعبد وبيشوفوا الشخص اللي قتله المفتش عشان معاه دليل براءة القاضي وابنه، وبيلاقوه لسه عايش بس متصاب إصابات خطيرة ومعاه كاهن بيعتني بيه، وبيطمنوا عليه وبيمشوا. وأوك بتعلم بطلنا ازاي يدافع عن نفسه بالسيف، والبطل بيكون مبهور بموهبتها في الفنون القتالية. وبيروح للجبل وبنلاقي الراجل اللي خاطف الأطفال بيستعبدهم وبيضربهم عشان يشتغلوا أكتر وأسرع. وبيروح الوزير على بيت المفتش وبيتكلم معاه بخصوص أعمال التنقيب في الجبل، وبيقول له إن الحاكم بدأ يفكر في الموضوع ولو وصلوا دليل هينتقم مننا. فالوزير بيقول له إنه هيدعموا كل الوزراء معاه، بس لازم يبلغ الرجالة في الجبل ياخدوا احتياطاتهم ويخلصوا بأسرع وقت قبل ما يكشف أمرهم. وبنرجع لأوك وبطلنا وبنلاقيهم راحوا البيت مهجور عشان ياكلوا ويناموا لحد النهار ما يطلع ويكملوا رحلتهم.
وأوك بتقوله لآخر مرة يرجع المدينة لأن الطريق اللي جاي صعب ومن المحتمل إن هم يقابلوا مجرمين مسلحين وفي احتمال يتقتل، لكن البطل بيصمم يكمل معاها مهما كان اللي هينتظرهم. وبتشوف العصابة اللي بتشغل الأطفال بتاخدهم وبتحبسهم في صناديق خشب كبيرة وبتقفل عليهم عشان يخفوهم عن الأنظار. في نفس الوقت بتكون أوك مكملة رحلتها مع البطل وبيطلعوا الجبال، وبتشوف في الخريطة اللي معاها ازاي بيكملوا طريقهم للمنطقة اللي فيها الأطفال، وبيمشوا لحد ما بيعدوا على بحيرة بيصطادوا منها سمك وبياكلوه. والوقت بيعدي وبيضطروا يناموا في الغابة لحد ما يطلع النهار، وبتكون العصابة قدرت تشوفهم وبتوصل لمكانهم وبتحاصرهم. وأول ما بيهجموا عليهم بيلاقوا المكان فاضي، وبتكون أوك وبطلنا ماشيين في الغابة وبيتأكدوا إنهم قربوا من الأطفال، لكن بيلاقوا حراس بتيجي تحاصرهم. وأوك بتسألهم الأطفال فين، لكنهم بيستهزئوا بكلامها وبيرفعوا عليها السيف، وبيضطر بطلنا ياخدها ويجري لأنه مستحيل هما الاتنين يحاربوا عصابة عددها بالشكل ده. لكن العصابة بتلحقهم، وقبل ما يقتلوهم بطلنا بياخد أوك وبينط من على الجبل وبينزلوا النهر، لكن أوك مش بتعرف تعوم وبتفقد الوعي وبتنزل في القاع، والبطل بينزل وراها وبينقذها وبيطلع بيها على الشاطئ وبيحاول يعمل لها تنفس لحد ما بترجع لوعيها، وبياخدها على الغابة وبتكون تعبانة جدا وبتعتذر له إنها ورطته في الرحلة دي، وهو بيعتذر لها إنه سابها تنفذ اللي في دماغها وسابها تروح للخطر برجليها، وبيحاول يهون عليها وبيقول لها إنهم قربوا على مكان الأطفال وهيقدروا يجيبوا الدليل، لكنها مش بتقدر تكمل كلامها من كتر الحمى اللي اتصابت بيها وبتفقد الوعي. وبطلنا بيفتكرها ماتت وبيقول لها إنه هيكمل ومش هيتراجع علشان ما عندهوش اللي يخاف عليه، وبيلاقي أشخاص جاية من بعيد وماسكين شعلات نار وجايين عليه. وبعد كام يوم بتفوق أوك من مرضها وبتلاقي نفسها نايمة في كهف وقدامها شخص قاعد جنبها، وبتقوم مخضوضة وبتسأله هي فين وإيه اللي حصل، فبيقول لها أنت مش فاكراني. وبيكون عبد من العبيد قدر ياخد شوية من أصدقائه وقدروا يهربوا من الصلب وعاشوا في الجبل. فأوك بتفتكره وبتفرح إنها شافته أخيرا، وبيحكي لها إنهم لقوها هي وصاحبها في الغابة وكان مغمى عليها من الحمى وإنهم عالجوها واهتموا بيها طول الفترة اللي فاتت. فأوك بتشكره وبتسأله على البطل، وبتروح تلاقيه مجمع أطفال العبيد وبيحكي لهم روايات وبيكونوا بيضحكوا وفرحانين بيه. وبطلنا بيفرح لما بيشوف أوك واقفة قدامه بعد ما تعافت من المرض. وبتعدي الأيام والعبيد بيقرروا إنهم يروحوا معاهم الجبل ويهجموا على عصابة، وفعلا بيوصلوا للجبل لكن بيكون المكان فاضي، لكن بيشوفوا الصناديق الخشبية وبيسمعوا صوت جواها وبيفتحوها وبيلاقوا فيها الأطفال شبه أموات، وبيقدموا لهم بسرعة المية والأكل، لكن زعيم العصابة بيجي وأفراد عصابته بتحاصرهم، وبطلنا بيقف قدامهم عشان يدافع عنهم، وبتدور معركة بينهم وبيمسكوا أوكو وبيكونوا عاوزين يقتلوها، وبيتفاجئوا بقوة من الجنود العسكرية جاية تدافع معاهم وبيقدروا يقبضوا على العصابة. وأوكا بتستغرب ازاي قائد الجنود خرج من السجن لأنه كان من رجالة القاضي اللي مات والمتهم بالخيانة، لكن القاضي بيعرفها ان الحاكم خرجه من السجن في السر عشان يروح ورا اوك ويفتش الجبل ويتاكد من موضوع الذهب. وبعد مرور الوقت اوك بتشوف مرات المفتش واقفه على جبل وبتكون عاوزه تموت نفسها، لكن اوك بتنقذها على اخر لحظه، ومرات المفتش بتعرفها ان ملهاش ذنب في اللي بيعمله جوزها وانها مش هتقدر تتحمل اتهام الناس ليها ومش هتقدر تروح تشهد على جوزها في المحكمه. فاوك بتقول لها ما تقلقش لان عندها عشرات الشهود على جوزها، وبتاخدها وبتوريها الاطفال اللي كانوا بيستعبدوهم في التنقيب على الذهب. وبيوصل خبر للمفتش وشلته ان زعيم العصابه اتقبض عليه واكيد هيعترف عليهم، ومن الصدمه مش بيعرفوا يفكروا هيعملوا ايه قدام الحاكم. وبتوصل مرات المفتش للقصر والمفتش بيتصدم، وشين كمان بتتصدم لما بتشوفها لان اكيد مش هتنكر الشهاده لو طلبها الحاكم. واوك وبطلنا بيروحوا المعبد تاني وبيطمنوا على الشخص اللي نجا من القتل، فبيلاقوا صحته بتتحسن. وبطلنا بيكون بيكتب قصه عن رحلتهم مع بعض وشجاعه اوك في اظهار الحقيقه، وبيروح المفتش للوزير عشان يطلب دعمه ومساعدته قدام الحاكم، لكن الوزير بينكر انه يعرف الموضوع وبيقول له ما يجيبش سيرته في الموضوع ده والا هيقضي عليه. وتاني يوم اوك بتروح لبيت المفتش وبتقول له انه لازم يسلم نفسه للمحاكمه، فبيقول لها وهو في منتهى الغضب انه هيصلح كل اللي باظ، وابنه بيعرفها انهم هيرجعوا الذهب للجبل تاني وهيعوضوا الاطفال وهيدفعوا لهم المال اللي يكفيهم. لكن اوك بتقول لهم المال مش هيعوضهم على خطفهم من اهلهم وتعذيبهم وضربهم، وبيزعلها المفتش ومش بيبقى عارف يعمل ايه تاني. فاوك بتقول له انها مش هتسيب حق حماها اللي هو القاضي وانها هتاخده منه بالكامل. ومرات المفتش بتكون مش عارفه تطلع من الورطه اللي هم فيها وبترجع في الارض، لكن اوك بتسيبها وبتمشي. وتاني يوم المحاكمه بيحضر المفتش وعيلته قدام الحاكم، وبتحضر اوك بصفتها محاميه، وبيجي الشخص المصاب اللي المفتش كان عايز يقتله وبيقف قدام الحاكم وبيبرئ القاضي السابق من كل التهم اللي اتهموه بيها.
وبيقول لهم إنه مش خاين وإن ابنه هو مؤسس الجمعية، والتدريبات اللي كانت بتحصل دي تدريبات دفاع عن النفس مش ضد الدولة. والحاكم بيسأله ليه ما قالش شهادته دي قبل كده، فبيعرفوا إنه اتعرض للقتل من شخص عاوز يخلص من القاضي. والحاكم بيسأله مين الشخص ده، لكنه بيكذب وبيقول إنه ما شافش اللي طعنه، مع إنه عارف إنه المفتش. والمفتش بيتفاجئ من كلامه إنه ما اعترفش عليه. وبعد كده المفتش بيقف قدام الحاكم وبيعترف بجرايمه كلها، وبيتوسل للحاكم يخفف عنه العقوبة عشان اعترف بأخطائه، لكن الحاكم بيحكم عليه بالإعدام. وبيجي دور أوك وبتطلب من الحاكم تدافع عن المفتش، والمفتش وعيلته بيكونوا مذهولين من موقفها. والحاكم بيسألها إزاي تدافع عن الشخص اللي دمر حماها، فأوك بتقوله إن القانون بينص على إن الشخص لو اعترف بكل جرايمه بيتعاقب على جريمة واحدة بس، وإن المفتش اعترف بكل جرايمه وكمان رجع الذهب للجبل ودفع تعويضات للأطفال اللي اتخطفوا، وخلاص قرر يتوب على اللي بيعمله، ولو عاقبناه مش هيبقى له فرصة لأي مجرم إنه يتوب. وبيعدي الوقت وبتشوف عصابة الأطفال متربطين في سلاسل حديد وكل الناس والأطفال بتضربهم. وبعد كده بتشوف أوك قاعدة مع وصفتها ويونج اللي بيكون فرحان إن الحاكم رد اعتبار باباه من تهمة الخيانة. وبنعرف إن الحاكم حكم على المفتش بتجريده من منصبه. وبالليل المفتش راح لبيت أوك وبيكلمها بمنتهى العصبية وبيسألها إزاي تتجرأ وتدافع عنه، فبتقول له أكيد حس بإهانة كبريائه لما واحدة زيها تدافع عنه. وبتعرفوا إنها خدت وعد على نفسها ترد الجميل لأسرته عشان مراته سابت لها الوظيفة اللي بتحبها. فالمفتش بينهار قدام أخلاقها النبيلة ومش بيقدر يتكلم، لكن بعد شوية بيقول لها إنه هيدفع لها أتعابها في الدفاع عنه، وإنه هيرجع لها القصر وباقي الممتلكات اللي خدها من القاضي. وبترجع فعلا أوك قصر القاضي ومعها وصفتها ويونج، وبيكون الخدم والوصفات في استقبالها وبيفرحوا إنها أخيرا رجعت لهم. وبيشكرها يونج إنها قدرت تجيب حق باباه، وبيقول لها إنه بيعتبرها أخته ومامته، فبتفرح أوك بكلامه وبتقول له إنه هو كل عيلتها. وبعدها بيروح لها بطلنا وبيسلم عليها وبيودعها عشان قرر يمشي لأن أكيد جوزها هيعرف الأخبار وهيرجع لها. وبطلنا بيقول لها إنه فخور بيها وإنه مش ممكن ينساها أبدا، لكنه مش هيدور عليها تاني. وأوك بتديله الجوهرة وبتقول له يخليها معاه يمكن يحتاجها، وبيقول لها إنه هيكتب قصة جديدة فيها بطل حب بطلة شجاعة، لكن البطلة ما حبتهوش لكنه فضل لآخر القصة يحبها. لكن أوك بتقول له ما ينساش يكتب إن البطلة حبت البطل من أول مرة شافته فيها، ولولا فرق الطبقات بينهم كانوا كملوا حياتهم مع بعض. فبيبكي البطل وبيمشي. وبتمر السنين بأوك، وبعد 7 سنين بتبقى أكبر محامية في المدينة وبتفتح دار كبير للمحامين اللي بيشتغلوا معاها. وبيوصل يونج في موقف وبتشوف إنه كبر ورجع من رحلة الدراسة، وبتستقبله أوك والخدم وأهل المدينة اللي بيكونوا منبهرين بيه وبشخصيته، وبيشكرها على مجهودها معاه طول السنين اللي فاتت، وبيسلم على كل الخدم بحب وبتواضع. وبيكون جايب لأوك هدايا كتير، وجايب كمان للخادمين عربية مليانة هدايا ليهم، فبيجروا عليها وهم فرحانين. وبعد شوية بتشوف أوك بتكتب رسالة لجوزها، وبنعرف إنها ما تعرفش عنه حاجة من 7 سنين، وبتقول له في الرسالة إن يونج كبر وبيخطط للجواز، وإنه لازم يكون معاهم في الموقف ده لأنها مش هتقدر تكمل لوحدها طول العمر. وبتاخد الرسالة وبتحطها مع عشرات الرسائل اللي كتبتها السنين اللي فاتت. وبنرجع لسيدات القصر وبيكونوا بيتكلموا على أوك وإنها إزاي قدرت تربي أخو جوزها لحد ما بقى شاب، بالرغم من إن جوزها مشي وسابها من 7 سنين ولا بيسأل عنها. وبتيجي واحدة تقول لهم إن السيد يونج قرر يتجوز، وإن اللي عنده عروسة يبعت رسالة للخطبة عشان يختار اللي تناسبه. في نفس الوقت يونج بيمشي في السوق والبنات بتعجب بيه وبوسامته، ومن غير ما يقصد بيخبط في بنت وبيقع منها عقدها وبيحاول يرجعه لها، فالبنت بتفتكره بيعاكسها وبيحاول يمسك ايدها عشان يديها العقد. وبيتفاجئ إنها بتقول له إن القانون بينص لو شخص لمس بنت يتجلد 80 جلدة وبتسيبه وبتمشي. وبعد شوية البنت بتروح لمكتب أوك وبيكون عندها قضية وعايزة أوك تمسكها، وبنعرف إن البنت دي بتراعي أشخاص عندهم مرض جلدي وبيكونوا من الطبقة الفقيرة، وبتراقبها أوك وبتعجب بيها وبشخصيتها. وتاني يوم بتيجي البنت وبيكون اسمها هين، وبتكون جايبة لأوك باقي الأوراق المطلوبة، وبيشوفها يونج وبيتفاجئ إنها تعرف أوك وبيديها العقد بتاعها، وبتعرف انه كان بيجري وراها عشان يديهولها. وبتلاحظ اوك انهم معجبين ببعض. وبتعدي الايام وهين بتروح عند اوك وبتطلب منها تشتغل معاها، وبتقول لها انها شاطره ومستعده تتعلم كل حاجه بسرعه، فبتوافق اوك على طلبها. وبتروح هين للمكان اللي فيه المصابين وبتشكرهم على مساعدتهم ليها، وبتحس ان في حاجه مش مظبوطه. واوك بعد كده بتصادف في طريقها خادم بطلنا ومش بتبقى مصدقه ان شافته بعد السنين دي كلها، وبتساله عن البطل، فبيقول لها ان مسجون بقاله فتره بسبب حفله عملها وانفعل فيها وبقى يضرب في الحضور وعمل لهم اصابات وما رضاش يدفع تعويض. وبيعرفها كمان انه اتجوز وعنده ابن شبهه بالظبط،
وأوك بتتصدم لكنها مش بتبين حاجة، وبتقرر تسافر وتدافع عنه، وبتروح ليونج وبتقول له إنها مسافرة علشان تدافع عن صديق قديم. فيونج بيوافق بشرط ترجع بسرعة. وتاني يوم أوك بتمشي مع صاحب البطل وبيوصلوا للبحر عشان يركبوا مركب يسافروا بيها، وبيمشوا على المينا، والخادم بيسألها على جوزها مرجعش ليه لحد دلوقتي. وبتتفاجئ أوك إنها بتشوف في نفس اللحظة جوزها واقف على المينا وبتنادي عليه وبيبصلها، لكنه مش بيتأثر وبيركب مركب. وأوك بتفضل تنادي عليه وبتجري وراه لكنها مش بتلحقه والمركب بتمشي، فبتقع أوك على الأرض وهي منهارة. وبتوصل أوك مع سوق خادم البطل للمدينة اللي محبوس فيها، وبيوصلوا للسجن وبيشوفوه، وبنلاقي بطلنا مش بيصدق نفسه إن أوك جات لحد عنده وإنها لسه فاكراه، وبيسألها عن أخبارها وبتقوله إنها في أحسن حال، وبتسأله عن سبب أعمال العنف اللي عملها في حفلته واللي بسببها اتسجن. فبيعرفها إنه كتب القصة اللي قالها عليها لكن مرضاش ينشرها واحتفظ بيها، لكن في شخص سرقها وحرف فيها وخلاها قصة مثيرة، عشان كده انفعل عليه وجن جنونه. فأوك بتفهم الموضوع وبتقوله إنها هتتصرف وتطلعه من السجن عشان خاطره وخاطر أسرته. فالبطل بيستغرب من كلامها لأن ما عندوش أسرة، لكنها بتقوله إن سوك عرفها إنه اتجوز وليه ابن. فبيتعصب بطلنا على سوك، وسوك بيقولها إن البطل ما اتجوزش ومش قادر ينساها أصلا. وبتروح أوك تقابل الحاكم وبتقوله إن بطلنا بينتمي لعيلة كبيرة جدا ومن النبلاء، ومن المفروض كنت تستعلم عنه وعن أصوله قبل ما تحبسه، وإنه يستحيل يكتب رواية مخلة بالشكل ده، وبتطالب بخروجه من السجن فورا وإلا هترفع الموضوع لطبقة النبلاء وهم يتصرفوا. وبتشوف الحاكم بيقلق من كلامها، وتاني يوم بيجيب البطل والشخص اللي زور الرواية وبيحكم بينهم. وأوك بتقول له لازم يتأكد إن البطل هو اللي كتب الرواية الأصلية، والحاكم بيأمر الحراس يجيبوا ورق وأقلام وبيحكم على بطلنا والشخص التاني كل واحد فيهم يكتب الرواية. وطبعا الشخص التاني مش بيعرف يكتب، والحاكم بيتأكد إن البطل بريء وبيحكم على بطلنا بالبراءة وبيحكم على الشخص التاني ب30 جلدة. وبيخرج بطلنا وبيشكر أوك وسوك علشان بفضلهم خرج من السجن، وأوك بتقوله لازم يروح ويشكر باباه لأنه أكد للحاكم إنه ابنه وأثبت نسبه. لكن بطلنا مش بيرضى لأنه بيكون زعلان من باباه لأنه ضربه وأهانه، وبيرفض طلب أوك وبيمشي. وأوك كمان بتقرر ترجع للمدينة، لكن سوك بيقولها ما تزعلش من البطل لأن تصرفاته زي الأطفال وشوية وهيرجع في كلامه، وبيقنعها تفضل معاهم كام يوم. وبتشوف هين بتشتغل في مكتب أوك وبيكون معاها يونج، وبيدخلوا عليهم رجلين بيشتكوا بعض، وبيحاول يونج يصلح ما بينهم، لكن هين بتصمم تحل بنفسها المشكلة. وفي الآخر بنكتشف إن اللي هي اللي مأجرة الرجلين دول. وأوك بتروح لمكان البطل وبتلاقيه واقف على المسرح وبيتدرب على روايته الجديدة، وأول ما بيشوفها بتقرب منه وبتسأله على سوك، وبتكون عايزة منه حاجة تغطي وشها لأن عايزة تمشي في السوق براحتها من غير ما حد يشوفها. وبيسألها البطل ليه عايزة تروح على السوق، فبتقوله إنها عايزة تجيب هدايا لأسرتها وللخدم والوصفات بتوعها. والبطل بياخدها وبيديها قطعة من القماش اللي بيستعمله عشان تخبي وشها بيه. وبتلاحظ أوك إن بطلنا بيتكلم معاها بطريقة رسمية، فبتزعل منه وبتقول إنها لسه البنت الفقيرة اللي عرفها زمان ولازم يتكلم معاها بطبيعته. وبيمشوا بين الطبيعة والشجر، وأوك بتكون فرحانة إنها ماشية معاه بحرية من غير أي خوف. وفجأة بتقوله إنها عايزة تمشي شوية لوحدها، وبطلنا بينفذ لها رغبتها وبيسيبها وبيمشي. وبتروح أوك البيت باباه وبتعرفه بنفسها. في نفس الوقت يونج وهين بيكونوا في احتفال المدينة، وسيدات القصر بيتكلموا على هين عشان دايما بيشوفوها مع يونج، والبنات بيكونوا متغاظين منها، وبنعرف ان يونج اتعلق بيها بشكل كبير. وفجأة بنلاقي هين بتغمز لواحد معاه عربية خشب وبتشوفوه جاي عليهم بأقصى سرعة، وهين بتفادي يونج وبترمي نفسها قدام العربية، قال يعني أنقذته. وبيتخض يونج عليها وبيشيلها وبياخدها على القصر بسرعة. وبنرجع لأوك اللي بتكون بتحضر حفلة لبطلنا ومبهورة بيه، وبيكون بيقدم فيها استعراض روايته الجديدة، وبيخلص العرض وكل الحضور بتهنيه على أدائه الرائع. وسوك بيبلغوا النداء بالوزير رشحهم يكونوا الوفد الثقافي للمدينة. وبعد كده بطلنا بياخد أوك وسوك وبيعزمهم على العشاء، وسوك بيقول لها يا ريت تفضل معاهم وما تسافرش بلدها عشان هترجع تاني تعيش لوحدها. والبطل بيستغرب من كلامه، لكن سوك بيقول له إن أوك عايشة لوحدها وجوزها سايبها من 7 سنين وما تعرفش عنه حاجة. فالبطل بيتصدم لأنه كان متخيل إن عايشة مع جوزها وإنه رجع لها بعد ما قدرت تبرئ سمعة القاضي ورجعت كل الممتلكات. لكن أوك بتحاول تغير الموضوع عشان ما كانتش حابة إن بطلنا يعرف تفاصيل حياتها. وأثناء كلامهم بطلنا بيتفاجئ لما بيشوف باباه قدامه وبيخرج يكلمه، وبطلنا بيعتذر له إنه أزعجه لما الحاكم راح له عشان يتأكد إنه ابنه ولا لأ. فبابا بيقول له ما يعتذرش وإنه جاي له علشان مفتقده قوي، وبيقول له إنه حضر العرض الاستعراضي اللي قدمه وإنه فخور بيه، وبيقول له إنه موهوب وناجح، وبيطلب منه يرجع يعيش معاه في البيت. وبيعرفوا كمان إن أوك هي اللي راحت له وقالت له على مكانه. وبعد شوية بطلنا بيروح لأوك وبيقول لها إن باباه اتغير وبقى راجل عجوز، وأوك بتقول له
لازم يبقى جنبه لأنه هما الاتنين محتاجين لبعض. فبيسألها فعلا لو كانت عايشة لوحدها زي ما سك قال، وبتسأله يهمك في حاجة، فبيطلب منها إنها لو عايشة لوحدها ما تسافرش وتفضل معاه ويبدأوا حياتهم من جديد. لكن أوك بتقوله إنها مش لوحدها وإنها مسؤولة عن أشخاص تانيين وهم مستنيينها ترجع. وبيعدي اليوم وبنلاقي أوك بتقرر تمشي الصبح بدري من غير ما تودع البطل، وبتاخد معاها الرواية اللي كاتب فيها قصتهم. وبتوصل أوك لمدينتها وبتلاقي الوصيفة مستنياها، وأول ما بتشوفها بتجري عليها من الفرحة. وأوك بترجع على القصر وبتقابل يونج اللي بيكون هو كمان مشتاق لها، وبيعرفها إن هين اتصابت وهي بتفاديه في الاحتفال. وبتروح أوك ويونج البيت هين عشان يطمنوا عليها، وبتقولها إن يونج عاوز يتجوزها وهين بتوافق. وبعد كام يوم أوك بتروح تجتمع بسيدات القصر وبتكون جايبة لهم هدايا من رحلتها، وبتعرفهم إن يونج هيتجوز هين وإنها بنت يتيمة ومتبنيها شخص على قد حاله، لكنه رباها أحسن تربية وعلمها كويس. وبتكون ضمن سيدات القصر مرات المفتش اللي أوك دفعت عنه، ومن وقتها وهي صاحبة أوك وبتحبها. فبتقول للأوك لازم تسأل كويس على أصل هين وتتأنى في موضوع الجواز. لكن أوك بتعرفها إنها بنت طيبة ويونج بيحبها وده كفاية بالنسبة لها. وبيمر الوقت وبنلاقي هين بتروح تقابل شين، وبنعرف إنها بنتها، وإن شين متفق مع بنتها هين إنهم يدمروا أوك وينتقموا منها بسبب اللي عملته فيها زمان، وخلتهم يخسروا الدهب ويرجعوا للجبل مرة تانية بعد ما كانوا هيبقوا أغنى عيلة في المدينة. وهين بتأكد لمامتها إنها ماشية في الخطة وإنها هتاخد حقهم من أوك. وبتعدي أيام وبتشوف هين عروسة وأوك معاها بتزوقها وبتديها أسورة وبتقولها تعتبرها أختها الكبيرة أو مامتها، وإنها تعمل حساب عشان بعد الجواز هتساعدها في مكتب المحاماة وحل القضايا. وهين بتشكرها على اهتمامها بيها، لكن بيكون في عينها الشر والأذى لأوك. وبتبدأ مراسم الزواج، ويونج وهين بيكونوا قدام الكاهن وحواليهم أهل المدينة مبهورين بجمالهم. وأوك بتفضل تعيط من الفرحة. وبعد الفرح بتروح أوك على أوضة جوزها وبتحس إن ملهاش لازمة إنها تحتفظ بيها لأنه حتى ما قدرش يحضر فرح أخوه يونج. وبتطلب من وصيفتها إنها تفضيها عشان قررت تخليها مكتب لشغلها. وبيعدي الوقت وبيروح يونج يتكلم مع أوك وبيسأل عن سبب عدم حضور أخوه الفرح وليه سابهم من زمان من غير ما يسأل عنهم. وبيسألها كمان على الإشاعات اللي سمعها عنه اللي كانت سبب هروبه من المدينة صح ولا غلط. فأوك بترد عليه بصعوبة لأن ما كانتش حابة تعرفه الحقيقة، لكنه بيقولها إنه كبر ومن حقه يعرف كل حاجة عن أخوه. في الوقت ده بتكون هين بتتجسس عليهم، والوصيفة بتشوف خيالها وبتنادي عليها، لكن هين بتختفي قبل ما الوصيفة تشوفها. وبترجع مرات المفتش الأولاني اللي اترفد وابنها اللي اتنفى، وبتقابل شين في السر، وشين بتسألها عن أحوالها. فبتقولها إن جوزها المفتش مات من كام سنة وابنها برضه مات من المنفى من كام شهر. وبتعرف إنها جاية تنتقم هي كمان من أوك اللي دمرت عيلتها. وبتحط إيدها في إيد شين وبيرسموا خطة. وتاني يوم يونج بيصحى يلاقي جنبه عروسة من القش ومعها ورقة مرسوم عليها طلاسم، فبياخدها لأوك. وأوك بتعرفه إن دول عمل ليه ولعروسته عشان ما يخلفوش. وبعد شوية بيوصل خبر لأوك ويونج إنهم لقوا جثة أخوه على شط النهر وجابوه عند القاضي. ويونج وأوك بيجروا بسرعة ومش بيبقوا مصدقين نفسهم. وبتروح أوك ويونج يشوفوا الجثة وبتكون متغطية، وأوك بتستجمع شجاعتها وبتشيل الغطا وبتلاقيها جثة متحللة وما فيهاش أي معالم. وبتسأل القاضي إزاي عرفوا إنها جثة جوزها، فالقاضي بيعرف إنهم لقوا في هدومه منديل متطرز عليه اسمه. وأوك بتلاقيه دليل ضعيف وبتشوف كتف الجثة ومش بتلاقي عليها الوشم، فبتقول للقاضي إن ده مش جوزها لأن جوزها عنده وشم ومستحيل يقدر يشيله. ويونج بيقول للقاضي إن طول الجثة مش نفس طول أخوه، وإن إيد الجثة مختلفة لأنها بتدل على جثة راجل فقير من عامة الشعب، وأخوه كان إيده محارب قوي. لكن القاضي مش بيقتنع بكلامهم وبيقول لهم لما هي مش جثة جوزها ليه شايل المنديل اللي عليه اسمه. فأوك بتقنعه إنه منديل عادي وممكن يكون وقع منه والشخص ده لقاه. وبيعدي الوقت وبتشوف سيدات القصر بتتكلم على أوك وإنها بتنكر جثة جوزها عشان ما تبقاش أرملة، وكمان بيطلعوا عليها إن هي اللي حطت العروسة القش عشان تفرق يونج وهين عن بعض. في نفس الوقت بتروح أوك تزور الحاكم وبتحكي له اللي حصل لها، وبعدها بترجع القصر وبتقعد مع يونج وهين والوصيفة وبتحكي لهم على موضوع العروسة القش اللي الناس بدأت تتكلم عنه. وبتقول إن محدش يعرف الموضوع ده غيرنا وما تعرفش إن هين وشين هم سبب الإشاعة دي. والوصيفة بتعرف أوك إنها شافت خيال شخص بيتجسس عليهم لكنها ما قدرتش تشوفه. فبتقلق هين الوصيفة وبتحطها في دماغها. وبيكون يونج قاعد في مجلس رئيس البلدية وبيتكلم على أوك وبيقول له إنها مش عاوزة تعترف بجثة جوزها عشان خايفة تبقى أرملة وتفقد مكانتها في المدينة. وبيقول له إنها سافرت الفترة اللي فاتت وكانت بتقابل رجالة في المدينة التانية. فيونج بيشمئز من كلامهم وبيدافع عنها وبيقول له إنها راحت تدافع عن قريب ليها كان محبوس، وبيأكد إن الجثة ملهاش أي علاقة بأخوه. لكن رئيس البلدية بيصمم سواء كانت الجثة ليه ولا لأ، فهو غايب من 7 سنين يعني في حكم الميت، وبيطلب من أوك تسيب القصر وتمشي.
في نفس الوقت بتروح أوك لصاحبتها مرات المفتش السابق وبتحكي لها على الإشاعة اللي طلعت عليها، فمرات المفتش بتقول لها إنها شافت مامة الشاب اللي اتنفى واقفة في الفرح، وبتعرفها إنها رجعت المدينة وهتنتقم منها أكيد، وإن هي اللي ورا اللي حصل، وبتكون هين بتتجسس عليهم. وبيرجع يونج القصر وبيجمع الخدم وبيقول لهم إن الفضل في تبرئة سمعة باباه ورجوع ممتلكاتهم يرجع لأوك، وإنه مديون لها بحياته، وإنه قرر يروح ويدور على أخوه بنفسه وهيرجعه مهما كان التمن. وأوك بتمنعه وبتقوله لو عاوز يرجع كان رجع من زمان، وبتعرفه إنها شافته في المينا ولما شافها ما تأثرش وبص الناحية التانية ومشي. وبيصمم يونج إنه يروح يجيبه حتى لو غصب عنه، وهين بتشجعه على كده. وبتروح شين تقول الأخبار لمامة الشاب، وبيكونوا هما اللي ورا كل المصايب دي. وشين بتعرفها إن هين هي اللي حطت العروسة بنفسها جنبها، وإن يونج سافر وساب أوك لوحدها، ودي بتكون فرصة كويسة يستفردوا بيها بأوك. وبنعرف إن مامة الشاب هي اللي جابت الجثة المتحللة عشان تقنع الناس إنها جثة جوز أوك. وبيسافر يونج وبياخد الخادم معاه وبيركب المركب، ولما بيوصل للمدينة بيكون معاه رسومات فيها صور أخوه وبيوريها للناس، وبيفضل يسأل لو حد شافه، لكن محدش بيكون عارفه ولا شافه. وبيعدي الوقت وبتشوف بطلنا قاعد مع سك في مطعم، وبيكونوا بيتكلموا على رحلتهم اللي هتكون لأكتر من مدينة عشان يقدموا عروض الروايات الجديدة. وبيعدي من جنبه يونج والخادم اللي معاه، والخادم أول لما بيشوف البطل بيصرخ وبيجري عليه وبيفتكروا جوز أوك. وبطلنا مش بيبقى فاهم حاجة، وبيركز يونج في ملامح البطل وبيعرف إنه صاحب أوك، فبيتأسف له على اللي حصل وبيقول له إنهم بيدوروا على أخوه، وبيحكي له المشاكل اللي حصلت مع أوك. وسك بيقول لهم إنه شاف جوز أوك في المينا، ولما شافه ما رضاش يكلمها ومشي. ويونج والخاتم بيجروا على المينا يمكن يلاقوه هناك. وبطلنا بيسأل سك ليه ما قالوش إن أوك شافت جوزها وإنه سابها ومشي، فسك بيعرف إن أوك بقالها حياتها الخاصة والمفروض ما يشغلش نفسه بيها ولازم يهتم بشغله وباباه. لكن البطل بيفضل يفكر إزاي يساعد أوك ويطلعها من المشاكل دي. وبيعدي الوقت وأوك بتروح لهين أوضتها وبتنام جنبها لأنها حاسة بالوحدة والحزن، وبتقول لها أوك إنها مش زعلانة من غياب جوزها عنها لأنها مقدرة ظروفه، وبتعرفها إنها لما بتضايق منه بتكتب له رسالة وبتشتمه فيها، وإن الرسائل دي هي محتفظة بيها في مكان. وتاني يوم أوك بتروح على مكتبها وبيكون مع وصفتها، وبتدخل عليهم هين وشكلها زعلان، وأوك بتقول أكيد متضايقة من غياب يونج. وبتلاحظ هين إن أوك مرتبطة بوصفتها جدا، والوصيفة بتحكي لهين إزاي أوك أنقذتها من الموت، وبتحكي لها حكاية بنتها تي. وبتقول الوصيفة إنها زعلانة على الشاب اللي اتنفى وإنه تحمل عقوبة جريمة بابا ومامته. وهين بعد شوية بتروح تقابل مامة الشاب اللي بتنتقم من أوك، وبنكتشف إنها بنتها الحقيقية مش بنت شين زي ما عرفنا، وبتبقى أخت الشاب اللي اتنفى، ومامتها كانت مخبية السر ده عشان محدش يأذيها. وهين بتقول لها إنها كدبت عليها وفهمتها إن أوك ظالمة، لكنها اكتشفت إن هم اللي ظلموا الخادمة. لكن مامتها بترجع تقنعها إنها لازم تنتقم لأخوها. وبنروح ليونج وبيكون لسه ماشي في مكان بيدور على أخوه لحد ما بيدخل كازينو وبيكون في عصابة، وبيمسكوه يضربوه بيقطعوا الصورة اللي معاه. وبعد شوية بيشوف شخص وبيحاول يساعده، وبيشوف جزء من الصورة وبيقوله إنه يعرف الشخص ده، وبيروح يونج معاه على مكان أخوه. في نفس الوقت أوك بتكون هي وهين لوحدهم في القصر بعد ما ادت كل الخدم والوصفات أجازة، وبتتفاجئ أوك إن هين داخلة عليها ومعاها مجموعة من الأفراد عايزين يخطفوها. وبعد شوية بتشوف مامة الشاب قاعدة في أوضتها وبابها بيخبط، وبتفتح تلاقي أوك قدامها وبتتصدم أول لما بتشوفها. وبنرجع فلاش باك وبتشوف هين بتروح لأوك وهي بتديها الأسورة وبتقولها إنها ما تستحقهاش، وبتحكي لها كل القصة وإنها أخت الشاب اللي اتنفى، وإن مامتها أقنعتها إنهم ينتقموا منها. وأوك بتقول لها تكمل خطتها زي ما مامتها قالت، فهين بتجيب العصابة عشان يخطفوا أوك، وأوك بتكون قايلة للحاكم على القصة كلها. ولما العصابة بتهجم عليهم بيتفاجئوا بجنود الحاكم بتضربهم وبتقبض عليهم. وبنرجع للواقع وأوك بتكون واقفة قدام مامة الشاب وبتقولها ازاي قدرت تورط بنتها في خطة حقيرة بالشكل ده وتعرضها للخطر. فمامة الشاب بتعرفها ان ابنها شنق نفسه بسببها لانه ما قدرش ينسى حبه لتي، خاصة بعد ما عرف ان باباه ومامته السبب، وطبعا أوك هي اللي قالت له. وفي آخر الكلام أوك بتقولها ان دي آخر مرة هتسامحها فيها، ولو اتعرضت لها تاني مش هترحمها وبتمشي. وبترجع أوك للقصر وبتلاقي هين واقفة قدام الباب لأن ما بقالهاش مكان بعد اللي عملته، لكن أوك بقلبها الرحيم بتقدر تسامحها وبتقولها تديها فرصة علشان علمها وتملأ قلبها بالحب والرضا، وبترجع لها الأسورة بتاعتها. وهين بتبدأ فعلا تحب أوك، وأوك بتقول لها ما تعرفش حد من الخدم اللي حصل معاهم. وبيرجعوا الخدم من الأجازة والوصيفة بتجيب لأوك وهين توك شعر شبه بعض وبتقول لهم إنها بتتمنى يفضلوا مع بعض دايما. وبتكون الوصيفة فرحانة إن أوك بقى ليها أخت واتخلصت من وحدتها. وبعدها يونج بيروح للمكان اللي الراجل قاله عليه، وبيكون عبارة عن مكان كبير
وفي أشخاص كتير بيصلحوا فيه، وبيفضل يدور فيهم على أخوه لحد ما بيقدر يلاقيه، وبيقوله إن أخوه ينجو إنهم محتاجينه ولازم يرجع معاه المدينة. وبتشوف الراجل اللي كان بيخطف الأطفال بيروح للمفتش السابق وبيحكي له على اللي حصل مع أوك، وإنها جابت الحاكم السابق لحد بيتها وقبضوا على عصابة، والمفتش بيغضب من اللي حصل. وبنرجع لأوك وبتكون في مكتبة مع هين وباقي الموظفين، وبنعرف إنها تستقبل بعثة من مدينة بعيدة عشان عاوزين ياخدوا دورة تدريبية في مكتبها، وأوك بتكون متحمسة جدا لاستقبالهم. في نفس اللحظة بيدخل الحاكم ومعاه قوة من الجنود وبيقولها بما إنهم لقوا جثة جوزها والقانون بينص إن الأرملة ممنوعة من ممارسة الأعمال بشكل عام، وبيؤمر الجنود يخرجوا كل الموظفين خارج المكتب ويجمعوا كل ملفات القضايا وبيرموها بره في الساحة وبيكسروا كل حاجة في المكتب. وأوك بتفضل تصرخ لأنهم اعتدوا على شغلها ومكتبها، لكن الحاكم بيخرج في الساحة وبيكون معاه شعلة نار وبيقولها بما إنها أرملة لازم تلتزم بالقانون اللي بينص إنها تقعد في بيتها 3 سنين، وبيمنعها من مزاولة أي مهنة. وأهل المدينة بيتلموا عليها وبيتفرجوا، وأوك بتقول للحاكم لو حرق الملفات هيندم أشد الندم. فالحاكم بيتعصب لأنها اتجرأت وهددته وبيعاند وبيحرق لها كل الملفات، وبتفضل أوك تعيط وتصرخ. وبتيجي مامة الشاب وبتبص لأوك وهي مبسوطة وشمتانة فيها. يا ترى جوزها هيرجع مع يونج أخوه ويظهر الحقيقة وإن هو لسه عايش؟ وإيه اللي هيحصل بين بطلنا والبطلة؟ وهل هيرجعوا في الآخر لبعض؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الجزء الجاي، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.